عليكم بنات، كيف حالكم؟ اش اخباركم اخواني واخواتي؟ كنتمنى ان شاء الله راكم بخير وعلى خير. مبروك لكم العواشر، الله يدخلهم علينا بالصحه والسلامه وطول العمر وباش ما تمنيتو ان شاء الله. اليوم فيديو جديد ونهار جديد كيف ما كنوعد لكم دائما. قناه حلويات فرح كتجيبكم بالوصفات ساهلين في المكونات. غادي نبداو في المقادير ان شاء الله. شنو غادي نستعملو هنا حنايا اليوم؟ غادي نستعمل لكم واحد الكيكه ديال البسكويت، كيكه اللي كتكون بارده. والصراحه هاد الكيكه كتجوع على البنات، راه ما شاء الله جربوها راه ما غاديش تندموا عليها. ساهله في المكونات، كنحتاجو غير 3 المكونات فيه. شنو غادي نستعملو هنا البنات؟ غادي نستعمل البسكويت، هي غايطه ديال توستادا. ممكن تستعملوا اي نوع ديال بسكويت مفضل عندكم. انا استعملت هاد غايطه ديال توستادا اللي كتجي معاها واعره مع هاد الطورطه اللي غادي نديرو فيه اليوم. غادي نستعمل نسكافيه. النسكافيه هي استا، ممكن تستعملوا القهوه. الا ما عندكمش نسكافيه ممكن ديروا القهوه. هنا عندي الحليب بارد، الحليب يكون بارد البنات، ماشي الحليب سخون، يكون بارد. وشنو غادي نديرو باش غادي نبداو ان شاء الله؟ غادي نفتحوا غايطه ديالنا كيف ما كتشوفوا. والصراحه البنات هاد الكيكه ديال البسكويت ديال الطورطه راه كتجي واعره البنات، والله العظيم ما شاء الله. انا كتحمقني هاد الكيكه ديال الطورطه مع الكريمه ديالها ما شاء الله. وما تنسوناش باللايك ديالكم البنات والاشتراك، بارطاجيو الفيديوهات مع الاصدقاء والحباب باش يوصلكم كل جديد مع قناه حلويات فرح. غادي نستعملوا معلقه ونصف ديال النسكافيه، نسكافيه معلقه ونصف. ما نضيفوا فيه لا السكر لا حتى حاجه، كتجي حلاوه ديالها نيشه نورمال. كنبقاو نخلطو مزيان باش غادي تذوب لينا الحبوب ديال النسكافيه في الحليب، وكتجي البنه رائعه البنات، البنه رائعه. وغادي نضيفو هنا، عندي هنا كريم فريش. لا كريم فريش هي نصف لتر من لا كريم فريش اللي غادي نستعمل، كتجي حلوه. هذا كتجي حلوه هاد لا كريم فريش. كاين ديال العبر ديال البودره، ممكن تضيفوا فيه كاس ديال الحليب ونصف ديال السكر سنيده باش كنطحنوا السكر سنيده باش نطحنوه مع هاد لا كريم. ولكن حنايا هاد الكريمه كتجي على قد نيشان، ما غاديش ندير فيه ولا فيه لا السكر لا حتى حاجه، كتجي حلوه كيف ما كتشوفوا. باش غادي نخلطوها مزيان، باش غادي نضربوها ان شاء الله بواحد الضريبه باش غادي تكون 5 باش طلع لينا لاطه ديالنا كيف ما كتشوفوا. غادي نبقاو نخلطوا البنات كريمه ديالنا. الا ما عندكمش الخلاط الكهربائي من هذا النوع ممكن تستعملوا غير هذيك مونينيكس باش نخلطوا به، غير الخلاط ديال مونينيكس راه حتى هي كتخلط صافي. كنبقاو البنات نضربوا مزيان على كريم فريش. كيف ما كتشوفوا كريمه ديالنا دابا ولات كتطلع علينا مزيان بهذه الطريقه. دابا غادي نبداو ان شاء الله باش نبداو في الطريقه التحضير باش نديرو هنا الحليب مع بسكويت، عفوا مع نسكافيه اللي كنت ذوبت معاه بهذه الطريقه. واحد الطبسيل اللي غادي نسقيو به بسكويت ديالنا. كيف ما كتشوفوا كنهز اليدين ديالي كنغطسوا هاد البسكويت في الحليب والقهوه اللي درنا باش غادي دوب ليا غير شويه، ما تكونش شربت ليا بزاف ديال الحليب، تكون على قد الحال باش ما غاديش تهرس لينا بسكويت ديالنا. كيف ما كتشوفوا هنا البنات الصراحه كتجي واعره البنات والله الا ما شاء الله. انا استعملت البنات هاد المول، ممكن تستعملوا اي نوع المول عندكم. الا عندكم المول اللي كيتحل استعملوا فيه، الا عندكم هاد المول ديال الزاج استعملوا فيه. حتى هاد المول ديال الزاج راه كتجي معاه واعره، دغيا كتقطع علينا دغيا كنحيدوها من الطبسيل كتجي ما شاء الله. المهم كنبقاو نسقيو الكايطه ديالنا كيف ما كتشوفوها البسكويت ديالنا في الحليب مع القهوه. غادي نبقاو نسقيوها مزيان باش المهم البنات ما خصناش تهرس لينا البسكويت ما خصناش كاع تهرس لينا، تكون شربات مزيان ولكن ما تكونش كتهرس، غير شويه شويه عليكم. هاد الناس اللي كيبقاو هنا هذيك اللي كنعدلوهم المسافات ديالهم كامل صافي. كنبقاو البنات نستمروا حتى غادي نكملوا بهذه الطريقه. وما تنسوناش البنات بلايك ديالكم وبالاشتراك ديالكم اللي كيشوف اول مره قناه حلويات فرح. شجعونا معكم باش نبقاو نستمروا بالجديد ديالنا ان شاء الله. نبقاو نعطيكم الوصفات عاوتاني ساهلين. المهم قناه حلويات فرح فيه بزاف د الحوايج ان شاء الله نشاركها معكم ان شاء الله. رمضان ما بقى ليه والو ان شاء الله، الله يدخلهم علينا بالصحه وطول العمر ان شاء الله باش ما تمنينا يا ربي. هاد المسافات كيف ما كتشوفوا هنا البنات حيت لي هذيك المسافات باش غادي تجينا قد على حسب المول اللي كنشكلوا فيه دابا. كيف ما كتشوفوا هذيك النصف المسافات راني حيت ديال البسكويت قطعتها من الموس
صافي دابا غادي نبقاو نهزو لا كريم ديالنا كيف ما كتشوفوا كيما كتكون لينا هكاك قاصحه. باش كندهنوا الطبق الاول البنات غادي نديروا 3 ديال الطبق باش كتجيني الطبقه على الطبقه ديالها. ودابا كيف ما كتشوفوا درنا لا كريمه ديالنا كامله فيه ودابا غادي نبقاو عاوتاني نديروا على الفوق كريمه ديال الناتا، نسقيو عاوتاني بسكويت كيف ما سقينا المره الاولى. كنبقاو نستمروا بهذه الطريقه البنات باش كتجينا بالتقطيع يكون التقطيع ديالو شويه ماشي غليظ ماشي رقيق، تكون نورمال على قد الحال ديالها، ما غاديش نديروا لا رقيقه لا غليظه البنات. صافي كنبقاو نغطسوا بهذه الطريقه مزيانه البنات حتى غادي نستمروا. ومع هاد الكيكه اللي كتكون ضروري ملي غادي نكملوها كندخلوها في الثلاجه باش تبرد لينا شويه. كونجيلاتور الا عندكم كونجيلاتور عادي ممكن ديروا في كونجيلاتور ولكن ما تكونش قاصحه، غير هكاك واحد نصف ساعه. وصافي كيف ما كتشوفوا غادي نديروا عاوتاني كريمه الفوق منها طبق ثاني. كتجي عادي، انا ما ضيفت فيه حتى شي مكونات اخر، كتكون عادي كريمه ديالها. كاين كيكه عاوتاني ديال البسكويت كاين نوع ديالو بالمكونات اخرين، كل واحد كيفاش كيستعملها، ولكن هذه هي طريقه الاستعمال ديالها، ما كاين حتى شي طريقه اخرى، هذه هي الطريقه ديالها. دابا غادي نديرو الطبق الثالث الاخرانيه اللي غادي نبقاو نستمروا عاوتاني هكاك. انا غير هذيك جوج ديال البسكويت اللي هزت ليا. صافي كنبقاو ندهنوها عاوتاني كامل البنات باش ملي كنساليوها كامل باش ندخلوها بالثلاجه، وعاد ان شاء الله باش نسقيوها عاوتاني بالفوق منها باش نديروا عليها الشكلاط او الكاكاو اللي متوفر عندكم. صافي كنبقى نعدل هذيك المسافات كامل كيكونوا خاويين باش نعمرهم بلا كريم. وصراحه البنات راه ما كتجيش حلوه بزاف، كتجي على قد نيشان الطريقه ديالها، كتجي لا حلوه مع القهوه مع العصير مع اتاي كيف ما شربتوا معها راه كتجي واعره. هنا كيف ما كتشوفوا دابا خرجتها من الثلاجه بردت ليا البنات هذيك النصف ساعه ما وصلش كاع. صافي كنبقاو نسقيو عليها الفوق منها كاكاو يكون حلو، انا استعملت كاكاو حلو. ما كتشوفوا هنا البنات هي كيكه ديالنا ديال البسكويت كيفاش كتجينا بهذه الطريقه بالشكل ديالها ما شاء الله كتجي واعره البنات. والصراحه ما شاء الله راني ضروري خص ندوقوها باش غادي نحيد نقطعها معكم باش تشوفوا كيفاش كتجي الطريقه ديالها من الداخل. صراحه كتجي الطبق على الطبق ديالها وكتجي ما شاء الله البنات دغيا كتحيد لينا من المول وكتجي رطبه دغيا كتهرس لينا كناكلوها دغيا ماشي كتكونش قاصحه كتجي نورمال البنات. شوفوا هنا تبارك الله طبق ديال البسكويت الاول والثاني والثالث وطبق ديال الكريمه وطبق ديال الكاكاو الفوق منها كتجي ما شاء الله البنات. الصراحه كتجي واعره البنات، جربوها راه ما تندموش عليها وردوا عليا اخباركم اللي غادي ديروها ان شاء الله. وما تنساوناش البنات بلايك ديالكم بالاشتراك ديالكم مع قناه فرح. دمتم برعايه الله والسلام عليكم الى الفيديو القادم ان شاء الله بحول الله يا رب.